أهلا وسهلا في يوميات النجوم. تداول مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشجار تسبب بتوقيف حفلة الفنان محمد رمضان قبل نهايتها بنصف ساعة في سان دييغو في الولايات المتحدة. ويظهر محمد رمضان بالفيديو وهو يقف على المسرح بين الراقصات، حيث تفاجأ بصراخ عالي بين مجموعة من الجمهور في الصف الأول. كما حاول محمد رمضان التدخل في البداية، لكن رجال الأمن أوقفوه وغادر المسرح. وقد كشف طارق مدير إنتاج جولة محمد رمضان في أمريكا أن خبر إلغاء وتوقيف حفلة محمد رمضان بعد بداياتها هو خبر غير صحيح. وما حصل بالضبط هو وقوع إشكال قبل نهاية الحفل ب10 دقائق، مما أدى إلى إيقاف الحفل. شكرا جزيلا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك والإعجاب، وإلى اللقاء.